فنانة من أبرز نجمات الدراما والسينما، جميلة من جميلات التسعينات، اعتزلت الفن فجأة وسابت النجومية والشهرة اللي حققتها بعد ما اتجوزت ملياردير سعودي اللي بيقال قبل جوازهم اشترط عليها إنها تعتزل الفن، وبالفعل وافقت واتجوزوا. ابتعدت عن الأضواء الفنانة الجميلة جيهان نصر، من مواليد 11 مايو 1972. حصلت على بكالوريوس رياض أطفال، وبدأت حياتها في الشغل في الإعلانات، وبعد كده توجهت للتمثيل، وبدأت نشاطها الفني سنة 1985 من خلال بطولة العديد من الأدوار المهمة. أما في السينما فكان الظهور الأول ليها من خلال فيلم زوجة رجل مهم سنة 1988، وجسدت دور الفنانة ميرفت أمين وهي صغيرة، وشاركت في فيلم خليل بعد التعديل، وجسدت دور بنت الفنان محمود عبد العزيز. وبعد كده توالت أعمالها الفنية، لكن الانطلاقة الحقيقية ليها كانت من خلال مشاركتها في مسرحية تكسب يا خيش. نجحت إنها تخطف الأنظار، ورشحها الفنان سمير غانم علشان تشاركوا في أعماله الفنية زي مسرحية بهلول في اسطنبول وفوازير المضحكون وغيرها من الأعمال الناجحة. ومن أشهر أعمالها في الدراما مسلسل المال والبنون الجزء الثاني في دور فريال فراويلة. أما في السينما فيلم الكيت كات والحب في طابة واللي رقصوا على السلم ولعبة الانتقام وحلقة الرعب وليلة عسل وشادر السمك وغيرها من الأفلام. والفنانة جيهان نصر اتعرفت على جوزها رجل الأعمال سعود شربطلي خلال مشاركتها في مسرحية المحظوظة مع النجم سمير غانم، المسرحية اللي قدمتها في بيروت. وكان بيتفرج على المسرحية الشربطلي، وكان دايما بيحب يتفرج عليها، وكان بيحضر بصفة دايمة علشان يتابعها ويشوفها كل يوم، لحد ما جمعهم ببعض قصة حب قوية. ويقال إن سعود شربطلي قدم لجيهان نصر مهر كبير وهدايا بتبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وبعد إتمام الجواز سافرت معاها جيهان، وما ظهرتش في الإعلام مرة تانية رغم استمرار عروض المنتجين عليها، وخلفت 4 أبناء. ودلوقتي عايشة بتتنقل بين كندا ولندن والقاهرة وجدة. وجيهان نصر ظهرت للمرة الأولى بعد غياب سنين طويلة سنة 2019، وده خلال حضورها عرض مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخراني. في سنة 2020 رجعت للظهور مرة تانية خلال حضورها للموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية اللي أقيم على مسرح النافورة. ويذكر إن جيهان نصر واحدة من أجمل وأبرز نجمات الدراما والسينما في أواخر الثمانينات والتسعينات، وشاركت في حوالي 70 عمل بين السينما والدراما والمسرح. من أبرز أعمالها فوزية البرجوازية، فوازير ألف ليلة وليلة، ومسرحية عصفور ودبور. والفنانة جيهان نصر اسمها الحقيقي جيهان نصر عيسى محمد، نجحت في إثبات موهبتها وحضورها بشكل سريع، وفي غضون 5 سنين بقت من نجمات الصف الأول، واتهفتت عليها شركات الإنتاج علشان تتعاقد معاها. نجحت على شاشة التلفزيون وقدمت حوالي 35 مسلسل، أشهرهم الأبطال، بريء في ورطة، مذكرات زوج. في أواخر التسعينات قررت جيهان نصر إنها تعتزل الفن نهائيا، فضلت الحياة الأسرية على الفن والشهرة.